اوكي، اجرب اعمل برفان. هذه فكرة جميلة جدا، هيا بينا. اول حاجة هكتب المقادير اللي ممكن تعمل عطر جميل، وبعد كده هبدأ انفذها. يلا بينا، هيا بينا. وبدأت اول حاجة تكتب هي هتعمل ايه، وبعد كده بدأت تنفذ. واخيرا هحط البيبسي دي. اوف، لما اشمه كده ريحته وحشة قوي. يا ريحته وحشة، اوف. يزيد كده؟ لا اعرف. دي انا فاشلة، انا طول ما اعمل اي حاجة تفشل. انا فاشلة بجد، انا فاشلة. هنام. لا اعرف ماذا بها، ولكن انها مسكينة جدا. صباح الخير يا بنتي. صباح النور يا ماما. مالك ايه بس؟ عينيكي مالها؟ لا ولا حاجة، بس دخلت فيها ازازة. لا ما ولا في بالك هتتشال. ازازة ايه يا ماما؟ لازم نروح المستشفى. لا هتتشال. يلا بس نشوف شغلنا ايه يا بنتي؟ نشوف شغلنا. طيب ماشي. دورهم في المجتمع ان هم ياخدوا الزبالة ويودوها في المكان اللي بيحط فيه الزبالة، لحد ما وصلوا لصندوق الزبالة بتاع العالمة. ايه ده صغنن قوي. ده وقع. عيني. في ايه يا بت؟ ايه ده؟ دي ورقة، دي مكتوب فيها وصفة ايه؟ وصفة عطر. يعني ايه عطر؟ يعني برفان اللي بيترش ده بيخلي ريحتك حلوة. بقى احنا معناش فلوس نجيب برفان، ايه رأيك نعمله احنا ونرشه علينا؟ طيب، وايه الحاجات دي كمان؟ دي شكلها كانت عالمة، ان الانابيب دي مش بتاعت اي حد، دي بتاعت العلماء بس. انا بس هاخد الكيسة دي معايا البيت. يلا يا ماما، يلا يا حبيبتي، يلا يا بنتي. ماما انا عايزه اجرب اعمل الوصفه. ماشي يا حبيبتي، هنحاول نشتري الوصفه ونعملها. يا رب بس يتمر، يعني بتبقى حلوه. بس برضو في حاجات ممكن نستعملها واحنا بنعمل الوصفه. ماشي، هقرا لك البتاع، ننزل مع بعض ونجيب الحاجات. ماشي. طب ربنا يستر، تبقى حاجات رخيصه. اول حاجه نص ليمونه. عندنا في التلاجة. ونص ليمونه. وايه ده؟ عصير ايه اللي هو العصير الحاجه ساقعه ده؟ عصير حاجه ساقعه. وعصير ليمون، نص ليمونيه وعصير ليمون. ماشي، عندنا ممكن نجيب ليمون ونعصره يعني عادي. عصير ليمون مركز يعني يكون كله ليمون، مش ليمون بميه. ماشي، مش مهم، بعدين. وبعد كده ايه؟ عسل كلوكوز، بس ده غالي قوي. لا، واحده صاحبتي عندها عسل كلوكوز بالهبل في البيت ومش عارفه تعمل بيهم ايه، هاخد منها برطمان. طيب بس كده. طيب ماشي، وممكن ازود عليها حاجات كده من البيت عشان برضو يبقى ريحتها حلوه. ماشي. فاضل لنا ايه بقى؟ عسل الكلوكوز، اروح اجيبه من صاحبتي. طيب يا ماما. اخيرا جبته. انتي خلصتي؟ لا لسه، فاضل بس احط الحاجه ساقعه ونحط ايه ده يا ماما؟ ده عصير كرنب يا ماما. انتي ازاي ما خدتيش بالك يا بنتي؟ بتحط العسل الكلوكوز في الازايز دي. فهمت. استني بقى، نحط منه شويه. حطي بقى الحاجه الساقعه بتاعتك. شربتيها؟ طعمها جميل. تعالي بس دوقيها بس، دي غاليه قوي الازازه دي. دي مونستر غاليه قوي. تعرفي يعني ايه مونستر؟ يعني بلاستر، مش عارفه، بس هي مونستر وخلاص. طعمه جميل لذيذ. يلا ندوق. نشمه. ريحته وحشه. ايه ده؟ ريحته وحشه. استني في حاجه عايزه اجرب احطها. تحطي ايه يا وليه؟ احط حته فسيخه يا بنتي، هخلي ريحته زي الزفت. لا استني، هوريكي. وهحط حته الفسيخه
في الازاز. تعالي نشمه كده. جميل، يا لهوي على الجمال. شميني، ده رائع 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 رائع. تعالي نعمل مرة واثنين وثلاثة واربعة ونبيعه. يس، ووهو، يلا بينا. يس، انا متحمسة قوي، الناس هيحبوه جدا. وبدأوا يبيعوه في الشوارع. العطر الجميل اللذيذ الرائع. يا جدعان تعالوا اشتروا العطر الجميل، عطر ريحته جميلة وطبيعي 100%. اوه يا قلبي، عطر جميل ولذيذ يا باشا. عايز عطر يعني ايه؟ مش فاهم. هو مش فاهم. لا يعني بص، انا عملت العطر ده بمكونات كلها في بيتي. جربه وهتشتري مني على طول. طيب ده هتشتري لمين؟ لمراتي. ايه ده، انتوا متجوزين؟ اه. طيب ماشي، بكام؟ ب5 جنيه الازازة. يا لهوي ده رخيص جدا، ناخد ازازتين. خد الكيستين دول وحط فيهم الازازتين بتوعك. شكرا جدا، اتفضلي. يلا سلام. سلام. بالسلامة يا استاذ. انا مش قادرة بجد، لازم اروح الشغل بس انا ملحقتش انام. عطر جميل ولذيذ، عطر كله طبيعي. ايه ده عطر كله طبيعي؟ انا والله عاملاه كله في بيتي، والله في بيتي. ايه ده، ده عطر عاملاه في بيتي، كل مكوناته في بيتي. طب انا عايزة ازازة، هشتريها لمين يا مدام؟ يا انسة قصدي. ايه ده بجد، انتي انسة؟ اه، في حاجة؟ لا ما فيش حاجة. اتفضلي، تقدري الكيسة. بكام هو يعني؟ ب5 جنيه. يا لهوي ترخيص جدا. خدي 5 جنيه، يلا سلام. تعالي اجرب اغني اغنية دينية واشوف الناس هيجلموا عليها ولا لا. ماشي. كامارون كامارون ايه ده في ايه؟ ايه ده انتوا ازاي بتبيعوا حاجات في الشارع كده؟ انا بس احنا بس عايزين نبيعها، دي جميلة قوي. ايه ده كده؟ ماشي، بكام العطر الواحدة؟ ب5 جنيه. دي يا لهوي دي جميلة قوي. انا عايزة اخد ازازتين، واحدة ليا وواحدة لجوزي. طيب ده رجالي ونسائي على فكرة. اه ماشي، ده انا عاملاها بليمون وبحاجات طبيعية جدا بجد، عشان كده لونه اصفر. طيب بعد اذنك بس اخد كيستين. خدي. يلا سلام بقى. اه صح، ال10 جنيه بتوعك اهم. يلا سلام. دي فكرة انت نجحت يا بنت. غني كامارون تاني. كامارون سيدنا النبي كامارون وجميل. ايه ده في ايه؟ لا انا بس كنت بغني اغاني دينية وفي نفس الوقت ببيع حاجات يعني. بتبيع ايه؟ ايه ده عطر؟ اه ده عطر. ايه ده انتوا الاتنين عاملين نفس التسريح. طيب هاخد ازازتين بس. بكام العطر يعني؟ لو ب100 مش هاخده. ده ب5. ايه ده ب5 جنيه؟ هاخد ازازتين طبعا. خدي اهو 5 جنيه. 10 طلع 5 او 5. لا هو 5 كمان و5 كده 10 و5 جنيه زيادة هيك يبقى كده 15. يا لهوي يا بنتي يا لهوي. غني كمان غني. ايه كامارون ناس. ايه ده انت بتبيعي؟ ببيع عطر. انا سمعتك بتقولي ب5 جنيه. هاخد ازازة ماشي. خدي ازازة. يلا شكرا، السلام عليكم. ايه 5 جنيه. صح، خدي. كامارون سيدنا النبي كامارون وجميل. ايه ده انت بتبيعي عطر؟ انت عرفتي منين؟ سمعتك، هو صوتك جميل قوي، حبيتك بجد. بيبيع ده كل يوم وهشتري منك. طيب يا حبيبتي انا هاخد واحد. عارفه بكام؟ اكيد ب5 جنيه. هشتري واحد. عارفه لو كان في 2 كنت هاخد ال2 دول كمان. يلا سلام. ايه ده في 2. هاخد بقى التانية. مبروك عليا. يلا اتفضلي 10 جنيه و10 جنيه زيادة مني كمان.
احنا جمعنا حاجة و60. يلا بينا نروح يا بت. استني. فضلوا على سنة بيبيعوا العطر ده واتغنوا بجد واشتروا فيلا كبيرة جدا. هنا عاش يا بطل. ايه ده انت هنا؟ انت ازاي جيتي؟ صح، انا عطيتك المفاتيح. عامله ايه بقى؟ الحمد لله. ايه التجربه اللي انت عملتيها؟ قوليلي. بس ما عملت اخر تجربه عملتها كانت عطر، وكان عطر معفن كمان. عملته من نص ليمونيه وعصير ليمون وعسل كلوكوز وحاجه ساقعه كده كوريه، عشان ريحه حاجه ساقعه جميله. فلما ركبتهم على بعض طلعوا ريحتهم قرف. تعالي بس اقدر اجيب حاجه عدله. ليه؟ استني بس استني. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ده في ايه؟ ده في واحده اشتهرت من عطر، ومكونات العطر هنا، وعنوانها هنا، ورقم تليفونها هنا. عطر؟ عطر ايه؟ اهو بيحكوا القصه، بيقولوا ان في بنت كانت بتشتغل زباله، ودخلت في الزباله بتاعتي في بيتي وقاعده بقى كيس الزباله، وفتحت الوصفه وعملت هي العطر وكسبت هي. ويقولوا ان هي حطت عليه حاجه سريه. يعني ايه يعني؟ مش عارفه انا مالي. انا لازم اروح. عنواني 14 شارع محمد عطيه. طيب مالها دي؟ دي غريبه جدا. دي بتنفعل بسرعه قوي. انا اروح اعمل الاكل. انت مين اللي بيخبط كده؟ مين؟ انا مين؟ انت مين قصدي؟ ايه ده؟ يا حراميه. حراميه ايه؟ انت بتستهبلي؟ بستهبل ايه؟ في ايه يا حبيبتي؟ في ايه؟ بلا حبيبتي بلا زفت. طب اقعدي، اتفضلي اقعدي. هجيب لك حاجه تشربيها. انا مش جاي عشان اضايف، انا جاي عشان اقول ان انت سرقتي وصفتي. وصفتك ايه؟ انت هتستهبلي انت كمان. فهميني بس، عشان هي مش بتفهم لما بكون متخضه. الوصفه اللي لقيتوها في الزباله دي وصفتي انا. دي وصفتك انت؟ انت عرفتي عنواننا منين؟ من التلفزيون. وانت يعني ما طلعتيش في التلفزيون؟ يعني طلعت اول امبارح. يعني يا لهوي على البرود. دي وصفتي انا. طب اتفضلي اقعدي. طيب روحي يا بنت اعملي لها شاي. قصدك الوصفه اللي احنا لقيناها في الزباله زمان؟ دي وصفتي انا. ماشي، انت حضرتك عايزه ايه؟ عايزه اقول لكم ان الفلوس اللي بتاخدوها دي حرام، وانا اللي تعبت في الوصفه دي. يعني قصدك ان الفلوس بتاعت الارباح دي حرام؟ وبعدين انتوا ازاي ما تستاذنونيش يعني في الحكايه دي؟ ما كناش نعرف رقم تليفون حضرتك. على العموم يعني استني لما هي تيجي بنجيب حل وسط. لا ماليش دعوه، انا لسه هستنى حل وسط. ايه ده؟ استهدي بالله. وحدي الله كده ونحل الامر. عملت الشاي يا ماما. ده انت ليه ما عملتلكيش؟ ما بشربهوش. اتفضلي. بصي دلوقتي يا مايا، هي دلوقتي متضايقه عشان الوصفه دي بتاعتها، وهي العالمه اللي انت قلتي لي عليها. انت قلتي لي اكيد اللي عامله الوصفه دي عالمه، لان الازايز دي الانابيب دي ما بتكونش مع اي حد. انا كنت حاطه انبوبه وازازه حاجه ساقعه كمان. طب استني بس اكمل كلامي حضرتك. تمام. فهي دلوقتي بقى متغاظه عشان بتقولك ان الفلوس دي حرام. انا مش متغاظه، دي وصفتي بجد. انا اسفه. هي دلوقتي متضايقه عشان دي وصفتها وانتي اخدتيها منها. لا سرقتها مني. يعني المفروض انا اعمل ايه؟ انا عايزه بس اخليها تهدى. المفروض ان انتوا تقسموا الارباح ما بينكم. لا لازم اخد الارباح كلها. ايه النصب ده؟ معلش عشان هي برضو زودت عليها حته. طب لازم تقولي لي الحته بقى اللي زودتها. ده الشرط بتاعي عشان ناخد نص الارباح. انا نص الارباح وهي نص الارباح. حطت حته فسيخه. هي دي اللي خلتها ريحتها حلوه. ايوه. وفضلنا بقى سنة نبيعها. ده اللي حصل. من زبالين لناس غنية جدا. ده انتوا اغنى مني انا. لا عيب. ده انت اغنى منها. ده انت عالمة كبيرة جدا. انت تقعدي جاملين انت كمان. يعني مثلا هي كسبت 100,000، انت هتاخدي 50,000 وهي تاخد. لا انا هاخد 70,000. خليها تاخد 80,000.
ايوه انا هاخد 80,000. ولو هي مثلا اخدت 1,000,000 جنيه انت هتاخدي 800,000 وكده يعني. استهدي بالله بقى، انا قلتلك الحل اهو. تمام كده بقى، اقعدي بقى ما تزعقيش. بقى كسبت كام عشان اخد منه بقى 80%؟ بصي هي كسبت 2 مليون. بصي يعني انت هتاخدي كده، هتاخدي 2,300,000 وهي هتاخد بس يعني 200,000. مش مهم، 200,000 رضا برضه. المهم انت تدرسي. خلاص انا هديت وخلاص اخد 50%. لا بقى احنا خلاص اتفقنا انك هتاخدي 80% بقى. لا بقى انا برضو عيب يعني، عيب الصراحة، انا حاسة اني غلط. والله يا بنتي انتي شريفة جدا، مش عشان الفلوس ولا حاجة، بس انتي يعني ما نقدرش هزعلك خالص. وانتي حافظة رقم تليفوننا؟ حفظته من على التلفزيون. تمام. لو عايزة اي حاجة ممكن تتصلي بينا. لو عايزة مثلا تقعدي معانا تفضفضوا مع بعض، تقعدوا في اوض بعض يعني، مثلا انتي تقعدي في اوضتها وهي ممكن نجيلك زيارة اللي انت عايزاه، وعادي يعني. خرت قوي. ايه ده؟ مين اللي بيخبط؟ ايه ده؟ انتي ايه اللي جابك يا ماريا؟ انا قلت عليكي الصراحه وقلت اشوفك، خايفه احسن يكونوا عملوا فيكي حاجه. لا دول ناس طيبين قوي الصراحه. اه انا بقى انتي بنت انتي اسمك ايه؟ مايا. انتي بنت مايا اللي هي عملت البرفان. بس على فكره عيب يعني، انتوا سرقتوا الوصفه بتاعتها، المفروض هي خلاص احنا حلينا المشكله. يلا سلام بقى. ايه ده؟ مش هتشربي الشاي؟ الشاي. روحي يا بنت اعملي لها كوبايه شاي تاني. لا انا خلاص كده. لا اعملي البت التانية. ماشي. اقعدوا شويه بقى، ده انتوا منورين. النهايه.